يلا نصلي على سيدنا محمد ونعمل الترند الجامد ده من الوصفات اللي ضروري تجربوها في الحر اللي احنا فيه. معايا كيلو من اللبن، حطيت عليهم كيسين من الكريم كراميل، حطيت كمان 3 معالق كبار من النشا، عليهم معلقتين سكر كبار، ينفع تزودوا السكر زي ما انتوا عايزين. حطيت كمان رشة فانيليا، ومش يعني لو مش موجودة مش مهم، قلبوا القوام كده على البارد، حطوه على البوتاجاز ويكون ايديكوا فيه وهو على البوتاجاز. اول ما يغلي غلوة كده بقى جاهز معانا. معايا الاكياس الكراميل اللي مع البودرة، بحطها في الصينية، هوزعها في الصينية وهنزل بالخليط زي ما انتوا شفتوا معايا بالظبط. وزعوا الكراميل، حطوا الخليط على الكراميل، ودي كده اول طبقة. اخبطوا الصينية كده خبطتين ونركنها على جنب. معايا الخطوة التانية، الطبقة التانية، ودي جميلة جدا جدا، ولو مش عايزينها مش مهم، بس هي بتدي طعم حلو. معايا كوبايتين من اللبن، وعليهم كيس كريم كراميل تاني، عليهم 3 معالق كبار من الكاكاو، لو في اي نوع شوكولاتة حطه مفيش مش مشكلة. عايزين تزودوا لبن بودرة، اي حاجة في الخطوة دي زودوها براحتكم هتدي طعم. وكمان معلقتين كبار من النشا، قلبوهم على البارد. عايزين تحطوا سكر حطوا، مش عايزين خلاص. قلبوهم على البارد، وهنعمل نفس الخطوات بتاع الطبقة الأولانية. هنزل بيهم هنزل بيهم على الطبقة التانية، وبعد كده هدخلهم الفريزر. ويلا نشوف الجمال. حاجة سريعة حلوة، أنا مسرعة الفيديو على قد ما أقدر عشان ما يكونش طويل عليكم، بس هي الوصفة سهلة قوي ومش محتاجة، تستحق فعلا تكون ترند. حطيتها في الفريزر يعني تقريبا 3 ساعتين أو 3. سيبوها براحتكم، اعملوها مثلا الصبح كلوها بالليل براحتكم، اعملوها سيبوها في الفريزر، كل ما هتسيبوها هتكون أحسن. طبقة الشوكولاتة مع الكراميل